السلام عليكم، أهلا مرحبا الزفلة. بعد مضي 24 ساعة عن مباراة الجزائر غينيا، لازال الحديث في الشارع الجزائري عن المنتخب الوطني، عن الخيارات الفنية، عن الأداء والوجه الشاحب، عن مردود بعض الأسماء الغير مقنعة، عن اختيارات بيتكوفيتش التي لم تكن في مستوى التطلعات. أهل الاختصاص والمحللين طبعا تكلموا بإسهاب وأشاروا إلى العديد من النقائص والإجماع الحاصل اليوم عن ضخ دماء جديدة، عن إحداث وثبة نفسية فنية بسيكولوجية. الإجماع على أنه التأهل إلى المونديال أمر مهم، ولكن مهم جدا أيضا والأهم أن نكون في مستوى مقنع لما نشارك في المونديال، أن يسترجع المنتخب الجزائري هيبته، أن يكون منتخب بروح متجددة وبأسماء جديدة أيضا، وعودة روح التنافس في المنتخب. كلام وحديث عن الخيارات الفنية أمر عادي وطبيعي جدا. الإجماع إذن كما قلت من التقنيين ومن المختصين في هذا المجال على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة الضرورية من أجل مصلحة المنتخب الجزائري. طبعا خاصة أننا نملك أسماء مميزة، أسماء تحظى بالإجماع في الأوساط الكروي. نقاش متواصل ومستمر طبعا بخصوص المنتخب الجزائري، ونعرف بأنه الجمهور يعرف جيدا كرة القدم، وكل من يتكلم حبا وغيرة عن المنتخب الوطني الذي بطبيعة الحال يبقى فخرنا ويبقى مصدر سعادتنا. لذلك هذه الخيبة وهذا القلق وهذا النقاش صحي من أجل مصلحة المنتخب الجزائري.